تدهنوا البيت. طبعا تقريبا خلصنا، بس باقي السقف. ورايا ما عم تبرك عقلي. شو؟ صوت الفرشاة. ورايا ما عم تبرك عقلي، عم تبكي بدها تركض بالغرفة. وشوفوا الغرفة كيف قايمة قاعدة. هدول الزريعات طبعا القصيص تبعهم كان تبع علب اللبن، فزرعت فيهم وردات. شكلهم ما كان عاجبني، فدهنتهم هن كمان لون ابيض مشان يطلع حلو، ما هيك؟ شوف انا وين عندي كهربائتك لانه انا عم بدي. ورندا هلا كانت عم تبكي. شو كان بدك رندا خانو؟ ما بدي انا شو بدي اشوفه بالانستغرام، بس انا بدي تلفزيون. قال بدها تتفرج على التلفزيون. ليش؟ لانه ملت وما عندها شيء تعمله، البيت قايم قاعد، رندا خانم ما عندها شيء تعمله. شو بدها؟ بدها تلفزيون. ليش ما بدها تنظف؟ ليش ما بدك تنظفي؟ ما بتحبي التنظيف؟ البنات لازم شو يعملوا؟ يساعدوا امهاتهم بالبيت، مزبوط ولا لا؟ ما بصير كل البنات هيك. هاي رولاب عم بتدير بالها على رويا. رويا عم تبكي، ما عم تبرك عقلي، كانت نايمه وهلا فاقت. مو صبي يا جماعه رويا هلا فاقت من النوم، رندا بدها ترجع تنيمها. قال خليها تنام. ليش ما عم بتنام؟ لا تعي فوتي البنوته بغيبوبه كمان. ماما مشان شوف مشان شو كان؟ مشان شو؟ تقعد والرواق. والله تكون مروقه يعني، لا اولاد ولا شيء ولا عياط ولا نقول رنا انتبهي على اختك. ما بيصير. انت لازم تساعديني بالتنظيف. هلا بس هو بيخلص السقف رح تساعدوني بتنظيف الغرفه. ماما وين؟ والله انت رح تديري بالك على رويا، ليه؟ ورندا رح تساعدني بالتنظيف. لا معناتها رح تديري بالك على رويا، ورولاب رح تساعدني بالتنظيف. لا والله بدك كفين انت على وجهك. لا بدها تنظف ولا بدها تدير بالها على رويا. شو بدك لكن؟ شو بدك لكن؟ بدي تلفزيون. بدين عن شيطانك انت والتلفزيون. ما في تلفزيون. لا في. ما في تلفزيون. ما في. ما في، ممنوع. لحتى نخلص تنظيف البيت كله ما في تلفزيون. ماما ما في. استنى. ماما يعني منيح بتكون راح ينقلع. يا جماعة يا ربي. رنا والله بتاكلي كفينا. قال إذا ما في تلفزيون خذوني مشوار. وين بدي اخذك؟ شوفي البيت، شوفي البيت قايم قاعد. بس شوفوا قال بدها تروح مشوار. إذا ما بتنظفوا معي ما في لا تلفزيون ولا مشوار. طيب اشتري لي بطينات بالسجاد. مو هلا. ماما ايه في الماضي اخذوا شهاداتهم. وانا لا ليه؟ ما رح نروح لاي محل لحتى نخلص تنظيف البيت. انا كمان لا ما رح. اذا حتى تشتري لي بطينات لا ننظف. والله وانا ما رح اشتري معناتها. وانا ما رح انظف. اكتبوا بالتعليقات مين منكم مثل رندا بتعذب امها هيك؟ انا ما بعذبك. ما عم بتعذبيني؟ انا ما بعذبك. لا رولاف قاعده عم بتدير بالها على اختها. لا امبارح. شوفوا رويا عم بتمثل، عم تبكي بكاء تمثيلي هذا يا جماعه. لا جوعانه ولا نعسانه ولا شيء، بس عم تبكي عم تبكي بدها تركض من مكان لمكان بين هالوسخ هاد. لا كأنه هي مرضانة بس. هيك صار هلا؟ انت مرضانة شيء؟ طبعا الجو عنا شوب، فالحمد لله منيح الدهان عم ينشف بسرعه. ولا لولا هيك شو بدي اعمل يعني؟ لسه بدنا نستنى يومين رح يطلع كثير حلو بدل الغرفه. انت مو نتيجة شو طاقة النتيجة حطي؟ هلا بس نخلص وننظف رح يشوفوا النتيجه كيف رح تكون. يعني رح يكون الحيطان لون ابيض. ما شوفي راحت هيك رويا. طبعا رويا شو كانت عامله؟ اكل بيروح على الكرسي بياخذ قلم من المكتبة وبترقد لهون وبتشخبط على الحيطان. لا خلت خزانة الثياب السكرتون، ولا خلت الحيط، ولا خلت الابواب، ما خلت مكان. تعالوا نشوف شو عاملة رويا. شوفوا رويا هون شو عاملة. يا جماعة شوفوا هدول نحن مكان هيك عملنا لوح ما شاف الفيديو عملنا لوح يروح شوف هذا مكاننا، بس الباقي رويا شوف. ايه هذا انتوا عاملين هيك. لا هذا الرافع عامل هون لما كانت صغيرة مثل الروي هيك كانت صغيرة عملت. وهون مين عاملوا هيك؟ هذا رويا والله رويا، وكمان هون عملته، هذا الرافع عملته كمان. والله بس نخلص تنظيف
ودهان. اذا بشوف في نقطة حبر على الحيطان رح تاكلوا قتلة غير شكل. بس هاوي النقطة هون. رح تاكلوا نقطة؟ والله رح تاكلوا قتلة غير شكل. طبعا البيت مكركب اجباري لانه عم ندهن البيت يعني. كمان كل المكان حندها. شو عم تعملوا هلا؟ عم اكل حلاوة. ايه لانه ما طبخت لسه فعم ياكلوا سندويشات حلاوة. ورايا عم تبكي بدها تاكل راسي من كثر ما عم تبكي اليوم. شو بدها؟ شوفوا كيف عم تبكي. شوفوا تمها كذابة انتي وحدة كذابة وليك. كذابة. عم بتمثلي علينا انه عم تبكي بس مشان رولابة ضعيفة وبدها تنزل بينها الوسخ كله. نحن قلنا انك عايز تحبي نانا يما هيك المرجحة ايه روحوا اعملوا هيك. عم هيك ماما مو عندنا عم تبكي بس هيك. ايه عم تعمل حالها هيك مثل البيبي على اساس هي كتير كبيرة يعني. ما انت صغيرة لساتك بيبي يعني لسه ما صار عمرك سنتين. لا عم تبكي مثل البيبيات. عم تضحك عليكم. ايه بس لا حالي بالارض اخذتها تيجي عندي بقولوا عامل حالها بيبي الصغير. يا عمري ما هي بيبي ليش هي شو؟ حطيني بالبطانية بحطها. الله يعيني على هاليوم. الله يعيني على هاليوم مع رويا ودهان البيت وتنظيف شو؟ انا عارفه انه وين بدي اسوي هيك. بالاول قلت لك ايه فاخذيها عندك الغرفة وديري بالك عليها. خليها تنام. لك صار لها كم ساعة نايمة من الصبح؟ ها؟ كل شوي قال خليها تنام. ايه 3-4 ساعات ما بكفي يعني نوم؟ بدك تحطيها بغيبوبة. لسه كل ما بقول روحي ديري بالك على رايا بتقول خليها تنام. اكثر من ساعة بننام. ايه ما شاء الله. وهلا اجا وقت التنظيف. هلا رح اشيل. خلصنا غرفة الضيوف. هلا رح نشيل الأكياس كلهم ورح نشوف الأرضية. رح نشوف الأرضية هون وين في دهان مشان ننظفه. رح نشيل هدول. تمام حطيهم هنيك ماما. طبعا مسحنا الشبابيك كمان بس هون اللي فوق ايدي ما بتوصل بما انه بيتنا عالي كتير. شوفوا قديش عالي. ما بطلع لبرا. يعني في من الاتراك مثلا بيطلعوا بيقعدوا هون على هذا الحرف تمام مشان ينظفوا الشباك هالطرف بس من ورا. انا ايدي ما كتير بتوصل فمشان هيك بخاف لا سمح الله اذا وقع مشان الشباك يعني فما في داعي. خدي روي على الغرفة الثانية لحتى اشتغل هيك شوي بسرعة. هذا كله دهان. هلا رح ننظف الغرفة ونرجع لكم. نحن الجو عنا كثير حلو والله بيتنا. ايه الجو كثير حلو لانه بيتنا عالي. بيتنا عالي بتخوف. انا ما رح اغير بيتنا. نحن خلصت بيتك. طبعا هلا شو رح اعمل؟ جبت هون مي وحطيت جواتها شوية معطر. طبعا هون كله كان دهان كله فركتها بالسيفة. هلا رح امسحها بالمي المعطر وارجع امسحها بالسلاتة لحتى ينضف على السوا ورجع الكنبات محلهم ونفرش السجاد. وطبعا البرادي كمان غسلتهم مشان هلا نعلقهم. اليوم الثاني. ايه هلا رح نفرجيكم النتيجة بعد ما خلصنا دهان غرفة الضيوف. طبعا هالطاولة هاي رح اشيلها من هون رح احط المجموعة تبع البلور رح ارجع اجيبها. شو عم تقولي انتي هون؟ عم بتقر؟ رويا شو عم تقرقري انتي؟ ها بدها تحط الحباسة بشعراتها. وخسرت ثيابها. امبارح ما عندنا صوت كثير كنا تعبانين وصار تأخر صار الساعة 12 منا كمان. ايه فالتلفزيون كمان عم بيجي على بالي اني اعمل له ديكور بس اعمل رح تشوفوا بغير فيديو. ايه خلص انتي اسكتي. والطاولة هي شلتها. طبعا الوردات كنت حاطتهم هون بهي الزاوية شلتهم قلت هيك احلى. ليش؟ شوفوا ورداتي ما احلاهم. لأنه كان البيت هيك صار. عجقة يعني. لكم شغلة أنا حبيته الأول ولا الثاني وأنتوا حبيتوا تبع الحيط مكتوب ولا دهناه؟ هلا أنا هو على الكاميرا ما رح يبين عندهم كتير إذا الحيط مكتوب ولا مدهون ولا شلون. كنا عصبيين مثل ايه ان شاء الله تاني مرة تكتبوا على الحيطان اورجيكم. طبعا البرادي مثل ما انكم شايفين هيك ومسحنا الشبابيك كمان امبارح. غسلناهم. وهون الطرف الثاني كنت بدي اشيل هالمجموعة من هون بس وين بدي احطها ما في مكان تاني. ورويا بتضل بتلعب بالغراض اللي جواتها
فقلت انه هذا المكان انسب مكان، لا ما فيها تروح لجوا هنيك. بيتنا ما في غير غرفتين صغير. ايه فهي النتيجة. طبعا غطا الكنبات كمان عم بيجي على بالي اني اغيرهم، اعملهم لون فضي على لون السجاد وعلى لون البرادي. كان هاي هيك ما حلو، كان هاي هيك ايه قلبناها على الطرف الثاني. وهدول الوردات الحلوين طبعا غيرتهم كلهم رائحة. بسم الله. خوفتيني والله بدي اموت. هي كمان خافت، هي كمان. فهي الوردات كمان، والبامبو غسلتها. ايه القصيص تبع الزريعة دهنتهم لون ابيض مشان يطلع لونهم حلو. دهن الصالون دهن والله العظيم كثير تعب. ايه لسه باقي المطبخ وغرفة النوم والصالون والحمام. يا جماعة لما رويا عدي رويا، كركب هذا رايب تكركب. لا تحطوا اغراضكم هنيك. فهي النتيجة هلا. الولاد مثل رويا مشاغب. كل الأولاد مشاغبين مثل رويا. أصدقائي هون رح ننهي الفيديو مشان ما يطول عليكم. لا إذا بدكم نسوي الصالون والمطبخ هدول لسه شغلتهم مطولة ماما. إذا بدكم نسوي جزء ثاني. إذا بدكم جزء ثاني اكتبوا لنا بالتعليقات. واكتبوا شو رايكم بالغرفة، هيك حلو ولا قبل حلو؟ طبعا غيرنا السجاد كمان، كان لونها هداك كحلي وفضي، هذا بس فضي وابيض. ما بيجي على حلو، ما بيجي على سجاد. بيجوا على بعض مبلا، المهم فيه لون فضي بيلقوا على بعض، بس حبيت هي اكثر. بيجي على بعض. وان شاء الله قريبا رح اغير كفر الكنبايات كمان مشان هيك يطلع احلى واحلى. هاي ما بتكلم، هاي لونها فضي. ايه وهيك بنكون وصلنا معكم لهيك الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم كثير، بشوفكم على خير. فيديو الجاي